السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم كامل خوتي وخياتي متابعين الكرام في فيديو جديد على قناتكم أخبار رادار جزائلية. إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم كامل بخير وعلى خير وفي صحة جيدة يا رب. قبل ما نبدأ موضوعنا تاع اليوم كالعادة والعوايد ما ننساوش نصلي وكامل على حبيبنا وسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوتي العزاز، قبل ما ندخل في التفاصيل عندي طلب صغير ومهم بزاف منكم، فضلا وليس أمرا ديروا لنا إعجاب للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس. علاش؟ باش هذا الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس، وخاصة الفئة اللي عزيزة على قلوبنا كامل، فئة المتقاعدين. دعمكم بالاشتراك هو اللي يخلينا نستمر ونوقف معاكم ونوصلوا صوتكم. إذا ما اشتركتوش ودعمتونا القناة ما تقدر تكمل، وصوت المتقاعد مش رح يلقى صدى. إذن ديروا اشتراك وخلوا صوتنا يقوى بيكم. موضوعنا اليوم موضوع حساس ومهم بزاف، يخص آلاف المتقاعدين في الجزائر، هذه الفئة اللي أفنت عمرها وشبابها في خدمة هذا الوطن، واليوم راهي تطالب بحقوقها بكل رقي وبكل احترام وشفافية. منذ قرابة يومين صدرت رسالة نداء مستعجلة ومؤثرة جدا من المتقاعدين، موجهة لكل من السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الحق سيحي، السيد رئيس الحكومة، والسيد المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد حفيظ أضرار. المتقاعدين اليوم خوتي راهم غاضبين وحزانة في نفس الوقت، قالوا باللي نفدت كل الطرق والسبل باش يوصلوا وجعهم ومطالبهم. النواب في البرلمان هدروا، الجمعيات طالبت، ورسائل وصلت حتى لرئيس الجمهورية. وهذه الرسالة المكتوبة بحبر المعاناة ما هيش الأولى ولن تكون الأخيرة. المشكل وين راه؟ المشكل إنهم لحد الساعة ما تلقاو حتى رد رسمي يشفي الغليل ولا إجابة تطمنهم. لهذا أكدوا باللي راح يواصلوا إيصال صوتهم بكل الطرق القانونية والسلمية اللي يكفلها لهم الدستور. ما راهمش يحوسوا يديروا فوضى ولا بلبلة، راهم يطالبوا بحقهم الدستوري والشرعي فقط لا غير. يا خوتي، المنظمة الوطنية للمتقاعدين وعلى رأسهم السيدة فاطمة الزهراء حربي دارت مجهودات كبيرة، واحنا درنا معاكم فيديوهات سابقة على هذا الشيء، لكن الصمت هو سيد الموقف. المتقاعدين يقولوا باللي عياو من الانتظار، عندهم أكثر من عام وهم يستناوا في تثمين سنوي لسنة 2025. ملف التثمين راه فيه غموض كبير وما كان حتى توضيح رسمي. هذا الغموض زاد من قلق وحيرة المتقاعد. المتقاعد اليوم راه يواجه غلاء معيشة رهيب، القدرة الشرائية تراجعت بزاف، كاين اللي المعاش نتاعو ما راه يكفيه حتى لأبسط متطلبات الحياة الكريمة. ناس اتدمرت وعملت 32 سنة وأكثر، وفي الأخير يلقاو روحهم في مواجهة صمت غير مبرر. التثمين السنوي راه حق قانوني واجتماعي وما هوش مزية ولا امتياز من أحد. لهذا راهم يطالبوا بحوار شفاف مع الجهات المعنية باش تتحدد مواعيد واضحة لحلحلة هذا الملف العالق. المطالب ما حبست غير عند التثمين السنوي. خوتي العزاز، المتقاعدين من خلال هذه الرسالة اللي تبرتاجت بقوة في مواقع التواصل الاجتماعي راهم يطالبوا أيضا به إلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي ERG باش تتزاد شوية في الشهرية تاعهم، توسيع التغطية الصحية تشمل القطاع العام والخاص، التكفل بالفحوصات والتحاليل الطبية الدورية والأشعة. المتقاعد في هذا السن تكثر عليه الأمراض المزمنة، وتكاليف العلاج وطب الأسنان رجعت ثقيلة بالزاف على جيبه، والمعاش ما يغطي هذه المصاريف. واحنا على مقربة من عيد الاستقلال 5 جويلية، المتقاعدين بيفكروا المسؤولين باللي هذا الجيل هو اللي بنى وشيد مؤسسات هذا الوطن، ويستاهل كل التقدير والاحترام، وأفضل تقدير لهم هو صون كرامتهم وضمان عيش كريم لهم. نخلوا ملف التقاعد لجهة ونروحوا لخبر صار يخص خوتنا المستفيدين من منحة ذوي الاحتياجات الخاصة. الحمد لله بدأت منحة شهر جوان تدخل في الحسابات البريدية عبر البطاقة الذهبية، وتقدروا تسحبوها مباشرة من الصراف الآلي البريد ماني. بالنسبة للناس اللي مازال ما دخلت لهمش ما تقلقوش، إن شاء الله تدخلكم هذه اليومين هذو. وإذا استمر المشكل مع بداية الأسبوع اتوجهوا لمصالح النشاط الاجتماعي أو الداس والبلدية باش تستفسروا على وضعية الملف نتاعكم.
وكاين أخت سألتني قالت باللي عندها ملف جديد في جوان، والموظفة قالت لها تخلص في أوت بالبطاقة القديمة. نقول لك يا أختي كل ملف وعنده خصوصية تاعه، من الأحسن تتقربي من الجهة المختصة باش تتأكدي إذا كنتي راح تخلصي شهرين مع بعض أو لا. في الأخير خوتي لحد الساعة ما كان حتى قرار رسمي جديد وملموس يخص تطبيق تثمين معاشات 2025، وأنا لو كان صبت نجيب لكم خبر يفرحكم، لكن الأمانة والمصداقية تخلينا ننقل الواقع كما هو. أنا هذه الأيام ما راني نحط فيديوهات كبير لأنه ما كانش جديد رسمي وما نحب مبيع الأوهام. على هذا الشيء نطلب منكم كامل تبارتاجوا هذا الفيديو ماكسيموم، وخلوا لي تعليقاتكم بكل احترام، واكتبوا مطالبكم لأنه صوتكم كي يتجمع هون هو اللي يوصل للمسؤولين. أرجوكم إذا راكم حابين هذه القناة تستمر في الدفاع على حقوقكم ونقل انشغالاتكم، ما تبخلوناش بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والضغط على زر الإعجاب. بلا بيكم القناة ما تسوى ولو، ومش راح تقدر تكمل وتتوقف. تهلوا في رواحكم وتهلوا في بعضكم بعض، وإن شاء الله كاش جديد رسمي راح يكون أول من ينقل لكم بكل أمانة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.